أهم 7 مهارات لازم أي فاشن ستودنت يتعلمها بجانب الكلية، ودول أكتر مهارات السوق محتاجهم. أول حاجة التكنيكال دروينج أو الفلات سكتشنج، لازم تعرف تعمل رسمة فنية واضحة للقطع، مش بس إلستريشن حلو. السوق محتاج حد فاهم تفاصيل، يعني إيه أمام، يعني إيه خلف، يعني إيه خياطات، يعني إيه تفاصيل القطعة بشكل بروفيشنال. محتاج حد يطلع فكرة قبل البرودكشن أو قبل الإنتاج، وحد يعمل تكنيكال شيت يكون واضح بكل التفاصيل بتاعته. تاني حاجة فهم التيك باك وملفات التنفيذ. الموهبة لوحدها مش كفاية، لازم تعرف تحول الفكرة إلى ملف قابل للتنفيذ. لازم نعرف يعني إيه measurements, trims, stitching, notes, fabric, colorway, correction detail. ده مهم لأن السوق بيدور على ناس تربط بين التصميم والتنفيذ، وده جزء أساسي من technical design and product development. نيجي لتالت حاجة وهي الأدوبي إلستريتور أند فوتوشوب. أغلب مسارات الفاشن دلوقتي محتاجة الورك فلو ديجيتال، وخصوصا الإلستريتور في الفلاتس والبرزنتيشن، والفوتوشوب في البوردز والتقديم البصري. مهارات سوفت وير 2 دي ديزاين مذكورة باستمرار ضمن المهارات الأساسية للمصمم. ونيجي لرابع حاجة 3D فاشن سكيلز زي كلو 3D. 3D مهم جدا خصوصا في الفيت وفيجوال سامبلينج والريفيو وتقديم القطعة بشكل أسرع. وبرامج ال 3D بقت من المهارات المتكررة في المهارات المطلوبة للمصممين. نيجي لخامس حاجة وهي فهم الجارمنت كونستراكشن والباترن بيزكس. حتى لو مش هتشتغل باترن ميكر لازم تبقى فاهم القطعة بتتبني ازاي من سيمز، فيت، فوليوم، وبيزك باترن لوجيك. من غير كل ده هتعرف ترسم، لكن هتتعب جدا في الشغل الحقيقي. لما يطلبوا منك تعديلات او حل مشاكل في الفيت، فهم كونستراكشن والباترن ميكنج مذكور كمهاره اساسيه جدا في المسارات المهنيه. نيجي لسادس حاجه وهي البورتفوليو برزنتيشن. السوق مش بيقيمك على الشغل بس، ولكن على طريقه عرض. لازم تبني بورتفوليو قوي وواضح يوضح طريقه تفكيرك، بروسيس وتكنيكال ابيليتي وبرزنتيشن كواليتي. وفي ادوار كتير خصوصا التكنيكال ديزاين يطلب منك ان البورتفوليو بتاعك يوضح تيك باك، تيك سكتشنج، فيت، كومنت. 7 كوميونيكيشن بلس ماركت سينجن. السوق محتاج ديزاينر يفهم من الشغل مش ذوق فقط. لازم تعرف تتواصل مع فريق مصنع سيمبل روم، كمان تفهم ان المنتج ده لمين. كمان لازم تفهم ان المنتج دوت قابل للسوق ولا لا، وقابل للتنفيذ ولا لا. برامج تكنيكال ديزاين تحديدا بتاكد ان القيمه الحقيقيه بتكون في الربط بين التصميم والباترن ميكر والانتاج والمعايير الصناعيه. الخلاصه تواجدك في سوق العمل مش موهبه بس، انما محتاج حد يعرف يصمم ويوضح وينفذ الفكره صح.